الشراء مقابل الإيجار، البيضة الأول ولا الفرخة؟ هل محتار بين إنك تشتري بيت أو تفضل تأجر؟ أنت مش لوحدك، بالنسبة لكتير من سكان أونتاريو دي واحدة من أكبر القرارات المالية اللي ممكن ياخدوها في حياتهم. اتنين ليهم مميزاتهم وعيوبهم، بس إزاي تعرف الأنسب ليك؟ أنا هاني آدم، عندي خبرة أكتر من 35 سنة في مساعدة العملاء على اتخاذ أفضل قرارات في الريل استيت. في فيديو النهارده هنقارن بين مميزات الشراء والإيجار في أونتاريو، وهنساعدك تحدد إيه الأسلوب اللي يناسب أو إيه الحاجة اللي تناسب أسلوب حياتك ووضعك المالي. خلينا نبدا بالايجار. لما بتاجر انت بتدفع مقابل الراحه في المرونه، مش مضطر تهتم بصيانه العقار وممكن تتحرك بسهوله نسبيه، ولكن برضه الراحه دي لها ثمن. في اونتاريو متوسط ايجار شقه بغرفه نوم واحده حوالي $2000 في الشهر، يعني حوالي $24000 في السنه. فلوس ما بتترمي، ما بتبنيش اي قيمه عقاريه. لما تشتري بيت الاقساط الشهريه ديت بتروح ناحيه بنى ملكيه البيت وبتسدد الاقساط اللي بتسدد المدينيه. انت بتمتلك نسبه اكبر من البيت، ومع ارتفاع سعر البيت بيزيد استثماراتك، على العكس الايجار اللي بيزيد سنويا. كويس. كمان امتلاك البيت بيديك حريه تخصص، يعني تخصيص مساحه اللي هي بتعجبك. الاختيار ما بين الايجار والشراء مش متعلق بالفلوس، الموضوع متعلق باسلوب حياه، اهدافك، مدى جاهزيتك لتحمل المسؤوليه. خلينا نفصلها، دي شويه اسئله تسال نفسك. هتفضل في مكان واحد قد ايه؟ الايجار مثالي لو انت مش جاهز تلتزم بمكان، بينما الشراء منطقي لو مخطط انك انت تقعد على المدى الطويل. المسؤوليات الاضافيه كمالك للبيت زي الصيانه والاصلاحات، المستاجرين من ناحيه تانية بيسيبوا الحاجات دي للمالك. انت ايه وضعك المالي النهارده؟ الشراء بيحتاج دفعه اولى وتكاليف ومصاريف مستمره زي ضريبه الملكيه. في البداية الإيجار ممكن يبان أرخص، بس في نقطة مهمة: مع الإيجار مش هتبني ملكية، بينما مع الشراء جزء من القسط الشهري بيروح للملكية. مثلا لو اشتريت بيت ب$500,000 وبتدفع دفعة أولى 5%، القسط الشهري للمورجج بيكون في حوالي مثلا $2200. على مدى 5 سنين ممكن تكون بنيت عشرات الآلاف من الملكية، بينما أنت لو مؤجر في الفترة دي نفسها مش هيبقى عندك حاجة تثبت بيها الفلوس اللي صرفتها. الايجار له مميزاته، مفيش ضرائب ملكيه، مفيش فواتير تصليح، مرونه في التنقل ما بين الايجار وبعضه، مثالي للطلاب اللي هو الشباب المحترفين او اي حد مش متاكد من خططه طويله الاجل. لكن الشراء بيديك استمرار في النمو والملكيه وفرصه تستفيد من ارتفاع قيمه السوق لو جاهز للاستثمار على المدى الطويل. الامتلاك ممكن يكون اداه قويه لبناء الثروه. في اونتاريو مثلا اسعار البيوت تاريخيا بتزيد مع الوقت، ده بيخلي الامتلاك استثمار قوي، ولكن اسعار الفايده وظروف السوق ممكن تاثر على القدره الشرائيه. خلي بالك ان السوق بيتغير، لو هتشتري ركز على بيت يناسب ميزانيتك واحتياجاتك بدل ما تحاول تتوقع السوق. طب ايه الافضل، الشراء والايجار؟ الاجابه بتعتمد على وضعك الشخصي. لو بتقدر المرونه والتكاليف المبدئيه على الاقل، الايجار ممكن يكون الحل. لكن لو جاهز تستقر وتستثمر في مستقبلك، الشراء ممكن يكون الافضل. لسه متردد؟ انا هنا علشان اساعدك سواء كنت بتفكر في الايجار او الشراء. خلينا نتكلم عن اهدافك ونشوف الخيارات المتاحه في سوق العقارات في اونتاريو. تواصل معايا في اي وقت، وما ننساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشارك الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد. شكرا على المتابعه واشوفكم في الفيديو الجاي.